عشان تبقى في الامان لازم تسطر الشيك. ايه هو الشيك المسطر وايه الفرق ما بينه وما بين الشيك العادي ومين من حقه يسطر الشيك وليه اصلا تسطر الشيك؟ النهارده هنشرح كل حاجه عن الشيك المسطر. السلام عليكم، انا علي بدر المحامي وده برنامج المستشار. لو انت اول مره بتشوف البرنامج عباره عن معلومه قانونيه جديده بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقه جديده. ده شيك عادي او هنعتبره شيك عادي. لو مسكت القلم وعملت خطين كده اصبح شيك مسطر وده اسمه تسطير عام. لو مسكت القلم تاني وكتبت ما بين الخطين اسم بنك معين كده اصبح شيك مسطر تسطير خاص. اللي من حقه تسطير الشيك اللي كتب الشيك اللي هو مصدره او المستفيد اللي هو هيصرف الشيك. طيب ليه بقى نسطر الشيك؟ عندنا هنا ميزتين مهمين جدا في الشيك المسطر. اولا كنوع من الامان، بحيث ان الشيك ده لو ضاع او اتسرق اللي سرقه او اللي لقاه ما يقدرش يروح يصرفه، لان الشيك ده ما بيتصرفش نقدا، الشيك ده بيتصرف عن طريق الايداع في الحساب. يعني حضرتك لو معاك شيك ورايح تصرفه فهتروح للبنك اللي ليك حساب فيه وتقول له انا عايز اصرف الشيك ده واودعه في حسابي، فهيصرف الشيك سواء هو الشيك ده طالع من نفس البنك او من بنك تاني. لو طالع من نفس البنك هيحصله لك ويحطه في الحساب وده بيكون في لحظتها. اما اذا كان من بنك تاني فهو البنك بتاعك متكفل ان هو يصرف لك الشيك من البنك اللي صادر منه الشيك او اللي فيه الحساب، وده اسمه التسطير العام. اما التسطير الخاص لو حضرتك كتبت اسم بنك معين على الشيك ما بين الخطين فهنا ما تقدرش تصرف الشيك ده الا من البنك ده، ولازم يكون عندك حساب في البنك ده عشان انت تقدر تصرف. اما تاني حاجه بنسطر الشيك عشانها، كل شيك طبعا بيكون ليه تاريخ استحقاق، لكن الشيك العادي لو حضرتك رحت بيه البنك هتقدر تصرفه. يعني احنا مثلا في شهر ابريل 2026 لو تاريخ استحقاق الشيك في يوليو 2026 او في سبتمبر او في ديسمبر 2026 هتقدر ان انت تروح تصرف الشيك، وممكن كمان تاخد عليه رفض لو الشيك بدون رصيد. طيب مع تسطير الشيك هنا لا يمكن صرف الشيك قبل ميعاد استحقاقه. اذا تسطير الشيك حمايه ليك ولغيرك ويضمن ان الفلوس تروح لصاحبها في الوقت المناسب. قول لنا انت بتسطر الشيك ولا لا، ولو عندك اي استفسار عن الشيك المسطر اكتب لي في الكومنت وهرد عليك. لو استفدت اعمل لايك للفيديو وشير عشان غيرك يستفيد، وسلام.